عن طريق رياض محرز. إذا السيتي ينهي المباراة متعادل بعد ما كانت أسبقية عن طريق رياض محرز في الشوط الأول، ورياض محرز بهذا الهدف يسجل الهدف رقم 20 له في الشامبيونز ليج. هذا الهدف هذا ما فيه ولا شيء، بالعكس مجهود جبار من محرز، الفنيات عالية ورؤية ولا أروع من رياض محرز في هذا الهدف. لكن أين سنتوقف وائل؟ سنتوقف في هذا الهدف. فارديول يتمكن من تعديل النتيجة، ولكم الكلمة طبعا الكل أنه هل في هذا الارتقاء فيه ارتكاز على المدافع، وبالتالي في خطأ في هذا الهدف. في حكام بيحسبوها وحكام ما بيحسبوهاش. القانون شو يقول؟ ما انا بقول لك القانون ما فيهوش حاجه ثابته، يعني ما فيهاش حاجه ثابته. في حكم عادي ممكن يمشيها، عادي. في حكم ممكن يمشيها ويحتسبها هدف عادي، يعني وفي حكم تاني يحسبها فاول، يعني يرتقي على المدافع. انا بقول لك في حكام بيحسبوها وفي حكام ما بيحسبوهاش. انما هو السبب في الهدف ده خطأ من إيدرسون يتحمل مسؤوليه الهدف بشكل كبير جدا. لان انا كمدافع في المكان ده هشام لما ببقى متواجد واخد بس يعني الحارس بياخد نظري انا اخد نظر الحارس، اشوفه بس اتحرك خطوه للامام بستنى. وده اللي حصل، ان جفارديول طلع ومدافعي السيتي شافوا إيدرسون بيتحرك لقدام، فهو يتحمل مسؤوليه كبيره. سوء تقدير يا وائل، سوء تقدير من ايوه، عشان كده بقول لك يتحمل مسؤوليه. صحيح، هو سوء تقدير من الحارس، وإضافة أن دياز كذلك كان ينظر للكرة فقط. صح. بمعنى أنه لم يكن يعني ينظر إلى المهاجم اللي هو جفارديول، بمعنى أنه في الغبش. ولذلك أنه هو لما جفارديول قام بالارتقاء وبعد وضع يديه على دياز وأعاقه بمعنى الصعود، لكن هو لم يحاول. هو هنا يعني على المستوى القانوني هي فاول، على المستوى قانونيا هي فاول كمبدا. بس احنا بنشوف حاجات يا حاتم يعني زي كده واصعب من كده، وبالحكام بيمشوها عادي. هو نشوف وما نشوفش ما فيهاش قانون ثابت ولا نقيم. لكن مثل ما قال لك حاتم، القانون شو يقول؟ ما فيهاش قانون ثابت. القانون اذا اللاعب يرتكز على المدافع، يرتكز على المدافع، يحط كل قوته على المدافع ويضرب الكرة بالرأس، ما معناه؟ دعونا نقول بأن الحكم احتسب هذا الهدف. لدينا الإحساس بأن القفز وأن يكون في الهواء في البداية اعتبر أنه لم يرتكز على المدافع ولم يؤثر ربما على إمكانية صعود المدافع للارتقاء. هو كان في الهواء مسبقا قبل أن يرتكز على المدافع، لم يرتكز عليه للصعود للهواء. هشام، الأسبوع الماضي مباراة اليوفي نونت، الفار كلم الحكم لأن هناك ضربة جزاء، نفس لقطة تقريبا. مدافعين اليوفي صعد وحط يديه على المدافع والكرة اصطدمت بيد المدافع. الفار أعلن ضربة جزاء، كلم الحكم، لكن الحكم عندما مشى الفار احتسبه هو مش ضربة جزاء، حسبها خطأ على المدافع اللي ارتقى ديال جيفونتيس. هي كانت، والفار نادى على الحكم على أساس ضربة جزاء، لكن لما راح اللقطة وعادها شافها احساسها بضربة خطأ على المدافع. هي كما قلت لك اجتهاد تحكيم، هي تقديرية للحكم، تقديرية للحكم عشان بيشوف اللاعب فعلا عليه المدافع اللي هو اللي سجل الهدف